السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. معكم سلوى صديق الفرش العرايس. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معنا النهارده شقة عروسة جديدة، يا رب شغلي فيها يعجبكم. شقة عروستنا النهارده في مدينة جمصة. ما شاء الله، ربنا يسعدها ويهنيها ويوديها بحاجتها في الهنا والبركة والسعادة. من بداية الشقة كده نقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي كده شكل مدخل الشقة. كان فيه ركنة حطت لها على الترابيزة كده شايلة الكحك وبونبونيرة وعلبة مناديل. كانوا معلقين التابلو ده على الحيطة كده اللي في ظهر الركنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ده كده كان شكل النيش، بسم الله ما شاء الله. كانت الشاشة معلقة كده. اللهم بارك. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس كده علشان كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم. ده كده كان شكل الستاير، اللهم بارك. كل حاجة كانت مختارها بعناية. هنا الباسكت وعلبة المناديل في جنب. تعالوا نشوف محتويات النيش مع بعض وتقولوا رأيكم بقى في ذوق العروسة وفي رصي. عروستنا النهاردة بنوتة واحدة يا جماعة، ما شاء الله اللهم بارك. ما شاء الله. حطينا لها بقى من فوق طقم الشاي والجاتوه، وجنبه كده طقم كاسات لايق معاه. الرف اللي تحته حطينا قارورة في النص وبعض الكاسات حواليها، وحطينا هنا جزء من الطقم الصيني، وتحت خالص طقم أكروبال. بسم الله ما شاء الله. كل حاجة اللهم بارك اللهم بارك. من أغلى حاجة وأحلى حاجة، ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. تعالوا نشوف الجنب التاني مع بعض. كانوا جنبين قد بعض بس هما مش منفصلين، متصلين. حطيت طقم شاي وجاتوه مقابل الطقم الشاي والجاتوه التاني، وحطيت معاه طقم كاسات لايق معاه. حطيت من تحت برضو في المنتصف القارورة، وعلى الجنبين بقى كاسات اللهم بارك. وهنا بقى طقم الصيني، وتحت طقم أكروبال تاني، بس يعتبر طقم عشا يعني. بسم الله ما شاء الله، بس كان جميل قوي، كان عاجبني اللهم بارك. ربنا يسعدها يا رب. قولوا رأيكم بقى في شكل النيش ورأيكم في الأذواق، وادعوا لها دعوة حلوة من قلبكم في الكومنتات. ولمامتها ولخالتها ولعمتها وكل حبايبها اللي كانوا معانا. مامتها ذوق جدا جدا جدا، مش أول مرة أتعامل معاها. كنت فرشة لها في شقة ابنها قبل كده، واتقابلنا برضه في شقة بنت أخوها. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديم عليهم الفرح ويشوفهم دايما على خير. بجد بجد ناس محترمة، أنا حبيتهم قوي، ويا رب أشوفهم دايما في الفرح وفي الخير، ويديم عليهم الفرح يا رب، اللهم آمين. ده شكل كده الدلاية ودي الستارة اللي بتدخلنا على المطبخ والحمام. بسم الله ما شاء الله. هنا الحمام في المقابل والمطبخ على ايدنا الشمال. هنبص بصة كده بس على الحمام. دي كانت طقم الحمام اللي هيتفرش في الأرضية، بس هو كان لسه منشفش. دي كانت الغسالة النص بتاعتها. هنا بقى المطبخ. المساحة مش كانت يعني مش أحسن حاجة، بس يعني أنا حاولت أتعامل. طبعا هتقولوا لي زحمة وكده، بس هي كانت عايزة تعرض حاجتها ومعظم حاجتها ما تعرضتش والله واتشالت. بس هي كانت حابة حاجات معينة، فأنا عرضتها لها، وهي بعد الفرح تشيلهم تعينهم. هنا بقى من فوق الضلف حاطط لها شنطة معالق، حاطط لها الكولمان بتاع سكاكين زيادة، كبة زيادة، مكنة الآيس كريم. بعض الحاجات اللي بكراتينها اللي هي حاجات مكررة أو حاجات مش هتستعملها، رفعتها لها بكراتينها فوق للعرض بس. هم عندهم دي الطقوس بتاعتهم يعني. وبعد كده هتشال تحت السرير. ادعوا لها دعوة حلوة من قلبكم. أنا حاولت أثبت لكم الكاميرا علشان تشوفوا يعني الوضع، وتدعوا لها دعوة حلوة بقى من قلبكم. هنا كانت التلاجة بتاعتها، وكان الميكروويف. وزعت بقى على الرخامة بعض الحوامل، والرخامة برضو اللي على الحوض كده كانت زحمة طبعا. بس غصب عني زي ما قلت لكم. حطينا لها طقم جيلي على صينية، وطقم شاي على صينية كده على الميكروويف بتاعها. وعملنا لها هنا طقم شوربة وطقم مجات وطقم مشروبات وطقم شوربة تاني، والمبخرة كانوا مشغلينها. وهنا طقم سكاكين
صواني بقى ومعالق والشيف ده ومجات تانية وأطقم توزيع والإير فراير بتاعها وطقم توابل وطقم الكنكه البايركس. بسم الله ما شاء الله. الناحية التانية برضو حطينا لها العجانة بتاعتها ومكنة التقطيع وحاجة تانية بس مش فاكرة هي ايه. الضرفة دي بقى حاطط لها فيها كل القوارب البايركس بتاعتها والطواجن ومعاهم كذا حاجة بورسلين كده، وهنا كل المقالي بتاعتها والجريل. بسم الله ما شاء الله. الضرفة دي الأقرب للبوتاجاز. حطينا من فوق البايركس مش هتستعمله دايما، وحطينا المقالي من تحت. الضرفة دي بقى عملت لها فيها كل كوبايات الشاي ومجات، والمجات زي ما حضراتكم شايفين كده القابل استعمالها اليومي يعني. وهنا طقم عشا حطوا لها كده من فوق، من تحت حطيت لها شوبات مية وشاي استعمالها برضو اليومي. أنا حطيت لها طقم بايركس العسلي من فوق، ومن تحت حطيت لها الطقم الميلامين اللي هو الصحي اللي بيدخل الميكروويف وغسالة الأطباق. هنا كانت الغسالة بتاعتها اللي هي الأوتوماتيك، كانت توشيبا، كانت جايبة لها مفرش كده تغطيها بيه. كان في كفر برضو بس ما حبيناش نلبسه لها دلوقتي يعني. تحت الحوض بقى حط لها الباسكت. وهنا اللي جنب البوتاجاز حط لها كل أطباق الغسيل والأطباق الكبيرة، وكان جوه الأنبوبة. هنا بقى حطينا مكنة غزل البنات وتوستر، وهنا علب التلاجة وبعض المجات كده الزيادة. هنا بقى من فوق حط لها طقم خشاف وترامس ومجات وكوبايات شوبات عصير. من تحت بقى عملت لها الأجهزة اللي هي تستخدمها، كبة وهاند بلندر وخلاط ومضرب بيض. وباقي الأجهزة رفعناها والحاجات المكررة زي ما شفتوها. هنا بقى زي نيش المطبخ ما شاء الله، حطيت لها بقى كل الكاسات والكوبايات والشوبات والمجات ومن تحت كده طقمين كاسات عشان تقديم الضيوف، ومعاهم برضو شوبات عصير. ما شاء الله ربنا يسعدها يا رب. وبقيت الحاجة زي ما شفتوها في النيش، ولسه هنشوف في البوفيه. الضلف بقى اللي تحت زي ما انتم متعودين مني بحب احط الحلال من تحت. هطلع طقمين جرانيت كده ومعاهم مقالي ومعاهم طقم كنك جرانيت. هنا حطيت لها طقم سيراميك وكل بقى الصواني بتاعتها، واتنين براد كده وصواني الكب كيك والكلام اللي انتوا فاهمينه ده. دي الضفة الأقرب للبوتاجاز. هي قالت لي هتستعمل الأطقم دي يعني هتستعمل منهم، فحاولت أقرب لها وأضيق الرصة زي ما حضراتكم شايفين كده. عملت لها هنا الطقم التيفال السافلون، كان كامل اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. حطيته لها كده في رف واحد. من تحت حطيت لها بقى الطقم الستيل بتاعها مع كنك ستيل وبراد ستيل، وكان بقى كامل برضو، كان معاه لبانة وكسرونة وكده. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى الأدراج وزعت لها فيها الرفايع بتاعتها بنظام كده زي ما حضراتكم شايفين كل قسم مع بعضه. ما شاء الله ربنا يسعدها يا رب ويهنيها. كانوا واحدة يعني 3 أدراج كده. ضرفة بقى اللي فوق التلاجة حطيت لها فيها الطقم الحلل الشاورما في قلب بعضه كده زي ما حضراتكم شايفين، وحط لها بقى كل الصواني الألمونيوم بجميع المقاسات والأحجام والأشكال. قلت يعني مش هستخدمهم يوميا، فرفعتهم لها فوق. قولوا رأيكم بقى في المطبخ واستغليت المساحة ولا لأ، ولا دعوة حلوة من القلب. هنا بقى غرفة الأطفال. بسم الله ما شاء الله ربنا يرزقها الذرية الصالحة اللهم آمين. كانت باللون البينك كده. كانوا السرير حاطينهم بالوضع ده علشان المساحة يعني زي ما حضراتكم شايفين. هي الغرفة كانت طويلة بس مش عريضة، فمعرفوش يحطوهم بأريحية. كان في بقى مكتب في النص كده، واللهم بارك جايبة الأنتيكات كتير فوزعنا لها كده بعض الأنتيكات على المكتب. يعني كان شكل الدلاية. كان الديب فريزر في الغرفة علشان شفت طبعا مساحة المطبخ. وكان بس السجاد بس اللي هنا اللي كان لسه هيتفرش لأن كان لسه بدري عن الفرح، فما حبوش يفرشوه. هنا بقى طبعا بنوتة وحيدة ومنجمصة كمان، فانتوا عارفين الأعداد. فطبعا المفروشات الكبيرة دي أنا رفعتها فوق على الدولاب.
مع إن الدولاب كانت مساحته حلوة بس اللهم بارك الحاجة كانت كتير. حطينا لها كده ما شاء الله اللهم بارك الحفا بقى وكوفرتات كده أطفال وكبيرة في النص وفي بعض الفوط وبطانية أسباني وهنا ملايات وفوط وده مفرش سوفت تاني. كانت جايبة كذا مفرش سوفت يعني احنا اخترنا اللي هو الأبيض والألوان التانية حطيناها تاني في الدولاب. هنا بقى الفوط بتاعتها عملت لها كده الفوط بسم الله ما شاء الله الضرفة كلها اللهم بارك. كان في ورا وقدام يعني كنت رصة رصات جوه ورصات من بره. وحطيت من تحت كده البطاطين الأطفال بقى ودفايات وبعض برضه الفوط الأطفال بسم الله ما شاء الله. هنا ملايات تاني ومفرش زي ما قلت لكم من تحت حاطة لها مفرش القطيفة بتاع السرير الكبير ودفاية. كانوا دفايتين متداريين برضه تحت دول يعني تستعمل منهم. دي كانت حباهم وده غير اللي احنا رفعناه زي ما حضراتكم شايفين كده. ربنا يسعدها يا رب ويدوم حاجتها في الهنا والبركة والسعادة ويرزقها الذرية الصالحة اللهم آمين. عروستنا قمر وذوق وتستاهل الدعاء ادعوا لها كتير في الكومنتات علشان انا بحبها جدا. هنا بقى خرجنا من غرفة الأطفال على الركنة هندخل بقى على الجزء التاني من الشقة. هنا البوفيه كده في الطرقة. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا الريسبشن بره ما كانش له مجال. وزعنا لها كده الغزالات دي والانتيكات دي عليها نرجع له تاني بس هندخل غرفة النوم كده بسم الله ما شاء الله. فرشنا لها المفرش السوفت التركي. هنا كان شكل التسريحة اللهم بارك. الغرفة كانت مساحتها حلوة برضو. حطينا لها كده الأباجورة وعلبة مناديل. وهنا اللهم بارك كانت جايبة انتيكات برضو حطيناها كده. وهنا كانت جايبة 2 منظم. حطينا لها البرفان كده على التسريحة. والميك اب في من المنظمات كده. الانتيكات كده حطيناها على الجنبين بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب يهنيها. كانت علبة الإكسسوارات كده زي ما حضراتكم شايفين بسم الله ما شاء الله. الأتراك بقى وزعنا لها فيها باقي الميك اب بتاعها. وهنا التوك والفرش بتاعت الشعر. وهنا برضو باقي حاجات ميك اب وفرش كده. الأجهزة بتاعتها استشوار والكلام ده بسم الله ما شاء الله. الطرفة دي عملناها للشنط ما شاء الله. هي كانت بس عايزة رف. برضو الدولاب ده احنا ما رحمناهوش حطينا فوق المفروشات الكبيرة بسم الله ما شاء الله. هنا بقى اللبس بتاعها المتعلق ومن فوق الملايات. مش عارفة هو المقطع بيتعاد ليه. هنا الملايات السرير الكبير درجنا الألوان كده زي ما حضراتكم شايفين. وحطينا برضو كوفرتا سوفت زي ما قلت لكم فوق جنبهم بسم الله ما شاء الله. الضرفة بقى اللي في النص كان فيها اللبس بتاعها وسيبنا رف العريس فيها هنشوفه دلوقتي بسم الله ما شاء الله. كانت مساحة الدولاب حلوة. التقسيمة دي بتعجبني لأن بتاخد اللهم بارك. هنا بقى اللبس بسم الله ما شاء الله. حطينا الشتوي من فوق. طبعا احنا كنا برضو في موسم الصيف الشقة دي يعني بقالها كام شهر معايا. ومن تحت حطينا لها اللبس الصيفي والرف اللي على اليمين ده سيبناه للعريس بسم الله ما شاء الله. عمة العروسة القمر عملت له اللبس عقبال يا رب ما نعمل لولادها. الناحية التانية بقى من الدولاب كانت شماعة برضو. حطينا بقى باقي الملايات بتاع السرير الكبير وحطينا جنبها كوفرتة كده. وهنا الفوط لاستعمالها بسم الله ما شاء الله. حطينا لها اللحاف الكبير ده من تحت علشان لو حبوا يستعملوه يبقى قريب لإيديها. ما رفعتوش يعني مع الحاجة فوق. ده كان شكل الستاير بسم الله ما شاء الله. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها.
ادعوا لها دعوة حلوة، ولو عجبكم بقى غرفة النوم والفيديو لحد هنا ما تنسونيش في لايكات كتير كتير عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. هنا بقى البوفيه بسم الله ما شاء الله، وزعنا عليه الانتيكات دي وطبق التسالي. اللهم بارك. تعالوا نشوف بقى حطينا لها ايه في البوفيه بتاعها. هنا كان طقم أكروبال تاني بسم الله ما شاء الله، وزعناه لها كده على رفين. الضرفة اللي في النص حطينا لها طقم خشاف سيلفر كانش له مجال في النيش، وحطينا لها طقمين شربات كده بينك. فأنا طبعا ما حبيتش أحط حاجة ألوان في النيش، حطينا لها هنا شنطة المعالق وطقم جيل على صينية تاني وبعض الكوبايات والحاجات حواليها. بسم الله ما شاء الله. وهنا برضو حطينا لها طقم شربات كده وبعض الكوبايات والمجات وطقم كاسات. بسم الله ما شاء الله. تحت برضو طقم شربات ومعاه بعض الكاسات. يعني كل الحاجات الكيك جاية للنيش بس فيها ألوان أو فيها حاجات صارخة، فأنا ما حطيتهاش في النيش عشان يبقى هادي زي ما حضراتكم شفتوا كده، والباقي حطيناه في البوفيه. دي بقى كانت البلكونة، طبعا شقق جمصة معروفة إن هي بيبقى فيها البلكونة بيبقى يعني القعدة فيها وكل حاجة بتبقى مساحتها حلوة. حطينا فيها الجزام ما كانش ليها مكان بره، وهما كانوا جايبين ترابيزة سفرة كده بأربع كراسي حطيناها لها هنا. كانت البلكونة كده متقفلة بالستاير، وكان ليها سجادة برضو بس ما اتفرشتش عشان كانت لسه الأرض مبلولة. بس حطينا لها المنشر والسلم السجاد بتاعها. دي كده الجزامة زي ما بقول لحضراتكم، وزعنا لها فيها الشوزات بتاعتها والسليبر والشباشب البيت وكده. ان شاء الله هطلع الطقم ده على الترابيزة كده. قولوا لي رأيكم بقى في شقة عروستنا النهاردة، وفي ذوقها وفي ذوق مامتها، ويا ترى شغلي فيها عجبكم ولا لأ، واستغليت المساحات صح ولا لأ، وقدرت أساعدكم ولا لأ، ودعوة حلوة كده للعروسة. أشوفكم إن شاء الله في شقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.